السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنوجد معكم هاد الطبق ديال تحميرة الوجه ديال العراضات ديال المناسبات ديال عيد الأضحى. مرحبا بكم في قناتي. الطبق ديالنا كيجي على هاد الشكل هذا. انا رافقته بالخضر. ندوزو المقادير. عندي هنا 4 كاس ديال الزيت، ما بين زيت الزيتون وزيت المائدة، شويه ديال الزبده، شويه ديال السمن، شويه ديال الابزار، شويه ديال القزبر يابس، تحميره، شويه ديال الكركم، شويه ديال الملحه، شويه ديال السودانيه، شويه ديال الزعتر. عندي 3 الفصوص ديال الثوم. غادي نخلطوا هاد التوابل مع شويه القليل من الماء. عجبكم الفيديو ما تنسوش ليا اللايك ديالكم، وشكرا لكم بزاف اللي كتفرحوني. الله يفرحكم. ضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجوا لي الفيديو باش تعم الفائده على الجميع. عندي هنا الضلعه والكتف ديالي تقريبا فيهم واحد 4 كيلو زياده، مهم ديال الطابله. نخلطوا هاد التوابل مزيان، من بعد غادي نشرملو الكتف ديالنا والضلعه. تبارك الله الضلعه والكتف راهم كبار، تبارك الله، يعني راهم كبر من القصريه. تبارك الله القصريه راه عندي كبيره. غادي نشرمل هاد الضلعه والكتف مزيان. غادي نغطيهم ببلاستيك غذائي. يمكن لكم هاد الضلعه والكتف اللي من بعد ما تشرملوهم يمكن لكم تخليهم ليله كامله. انا غادي نبيت لهم ليله كامله. يمكن لكم نتوما تخليهم ساعتين، ساعه، على حسب الوقت اللي عندكم. كما كتشوفوا فلحت الكتف ديالنا، فلحته باش تدخل ليه التوابل، وانتم ممكن تخليوه صحيح تسكوه غير بالسكين. انا فلحته باش تدخل التوابل مزيان وباش يطيب ليا مزيان. غادي نسلقوا هاد البطاطا الصغيره، وغادي نبخروا الخضر الاخرين، وغادي نسوطيوهم ان شاء الله. من بعد ليله كامله غادي نسخن الفران ديالي مزيان، وغادي نفرش ليه هاد الكاغي ديال الزبده وبابي الومنيوم. بطبيعه الحال غادي نديروه من الفوق، ما يمكنش لينا نديروه منه اللحم لانه ما يمكنش لينا، لانه كيطلق واحد الماده. دائما نغطيو بكاغي الزبده هو الاول. غادي نغطيوه مزيان بهاد كاغيط الزبده والسلوفان بطبيعه الحال. غادي تدخلي الطبق ديالك، وغادي تنساي واحد 3 ديال السوايع بلا وجدنا الخضيره ديالنا، قادين المسائل الاخرى، عجننا خبيز. غادي نزيد واحد الكاغيط واحد اخر باش يتغطى ليا مزيان. المهم خصك تغطيه، ضروري تغطيه مزيان باش يطيب على خاطرو. غادي نديرو في الفران، من بعد ما يطيب غادي نرجع معكم. من بعد 3 ديال السوايع كيجي بحال مشوي، ولكن فتي زبده واللوين اللي رائع. دهنتهم بشويه ديال الزبده او شويه ديال السمن. عندي هنا الجزر. من بعد ما درت شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الثوم بودره، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، عصير هاد الحامض هي والمعدنوس غنديروهم هما الاخرين. كنشحروهم غير واحد شويه. كيكون من بعد ما كيكون الطبق ديالنا واجد، يعني طايب اللحم ديالنا، درنا غير يتحمر، كنبداو نسوطيو ونزينو الطبق ديالنا. عصيره ديال الحامض كنديروها حتى الاخر. شويه ديال زيت العود، زيت الزيتون شويه، ما تكثروش الزيوت.
القريعه ديالنا من بعد حتى هي ما بخرتها صحيحه، عاد قطعتها حتى هي نفس شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الثوم بودره، شويه ديال الابزار، شويه القليل من الملحه لان اصلا سالقينو بالملحه، مبخريها بالملحه عفوا. البروكولي حتى هو نفس الطريقه غنديروا ليه حتى هو عصير الحامض، شويه ديال المعدنوس، شويه الابزار، الثوم بودره، شويه زيت الزيتون. هادو هما اللي غادي نزينوا بهم الطبق ديالنا. وممكن ديروا الخضر اللي بغيتو. الطبق ديالنا من بعد ما خرجته من الفرن درت الخس من بعد ما كتصديه وتنشف فيه بطبيعه الحال مزيان، كنسرحوه هو الاول وتنزينو بالخضر ديالنا. انا زينت بهذا السوعيز والجبن الاحمر، تقدروا تزين اللي بغيتو. انا رافقته بشويه ديال الملحه وشويه ديال الكمون. الطبق ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا وتيجي لذيذ بزاف. وبصحتكم وراحتكم، والفيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم.